فإن هذا العلم يحتاج إلى رجال. وقد مدح رب العزة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله رجال يحبون أن يتطهروا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها رجال يحبون يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية الأخرى التي رجال يحبون أن يتطهروا سورة التوبة. سورة التوبة تذكر تتمة الآية أو بدايتها. لمسجد أسس على التقوى من أول أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالرجولة صفة وليست نوعا. اعلموا هذا، الرجولة صفة وليست نوعا. فلا يلزم أن يكون الذكر رجلا أي بمعنى الصفة. قد يكون ذكرا وليس رجلا بمعنى أنه لا يتصف بصفات الرجولة. وهذا نراه في زماننا كثيرا للأسف، خاصة في من تدنست فطرتهم وصاروا ممن يشملهم معنى الديوث. والذي يعنينا في مقامنا هذا أن طلب العلم وحمل هذا العلم يحتاج إلى رجال كي يحملوه. ولذلك الأنبياء والرسل قاطبة يتصفون بهذا. وقال يحيى ابن أبي كثير فيما أخرجه مسلم في صحيحه، وهو من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وكما قال الزهري رحمه الله تعالى في علم الحديث: هذا علم يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. وسبحان الله، من يتتبع أحوال أهل البدع والأهواء ممن يخالفون أهل الحديث يجد هذه الصفة منطبقة عليهم. هذا علم يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم أو يبغضه مؤنثوهم. وكما قال الناظم: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا أحاديث لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث. فالعلم يحتاج إلى رجولة كي يحمل وكي ينشر. وكما قيل أيضا: بقدر الكد تكتسب المعالي، من طلب العلا سهر الليالي. أتروم العزة وأنت تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. فالذين يريدون العلو بالعلم أو أن يرتفع شأنهم عند الله أولا ثم عند الخلق بغير هذا الكد وهذا البذل، ويريدون عزا عند الله بغير هذا دون محالا. والله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا،
هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، والله يتفضل على من شاء من عباده سبحانه. ولكنه سبحانه قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. هذه تذكرة أحببت أن أذكر بها، حيث إن الذين يطلبون هذا العلم في زماننا قليل، والذين يجتهدون فيه أقل، والذين يحرصون عليه أقل، والذين ينتفعون به حقا أقل القليل إلا من رحم الله. فاحرص أن تكون من هذا القليل، وهذا لا يكون بالدعاوى ولا بالادعاءات، لما يكون بالبينات. يكون بالبينات. نعم. بارك الله فيك.